بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن تشتري ايه من 20 ل 30 الف جنيه. تشتري اندرويد ولا ايفون؟ سؤال كتير جدا بيدور في بالك. بتلاقي سعر الايفون اوفر، هل يستحق سعر الاوفر ولا اشتري موبايل اندرويد جديد ممتاز؟ ايه عيوب الاندرويد؟ ايه عيوب الايفون؟ خلاص استخدمت نوت 10 بلس بقالك 10 سنين، اوبو فايند اكس 2 برو خلاص راحت عليه، كان معاك ايفون اكس معاك، فجاي بقى النهارده عايز من 20 ل 30 الف جنيه. جايب لك 6 اجهزه بما فيهم واحد ايفون، وهنقارن بين الايفون والاندرويد. امتى تشتري ايفون مستعمل او ايفون متبرشم 30 الف جنيه، وامتى تشتري اندرويد. هنقارن بقى من ناحيه السوفت وير، البطاريه، النظام المميز، الموبايل اللي بيعيش عمر افتراضي. انا كان معايا ايفون 6، واحد هيجي يقول لي انا كان معايا ايفون 6 عاش معايا لحد دلوقتي 12 سنه، واحد بقى هتبدعه. ففي الفيديو ده انا جاي اساعدك تختار القرار الصح. قبل كل ده لايكك فولو، صلي على النبي. هتلاقي كل ده هقول لك اسامي الاجهزه اللي احنا مرشحينها في الفيديو ده عشان تبقى مركز معايا. معاك ايفون 13، بوكو اكس 7 برو، هونر 200 برو، سامسونج اس 24 اف اي، اوبو رينو 14، فيفو في 60 اللي لسه نازل جديد. اشتري ايه في دول كلهم؟ انا محمد مصطفى استخدمت هونر وعجباني هونر، عايز فلاج شيب من هونر، فلاج شيب كيلر وبضمان محلي عشان مش عايز وش. ولا اشتري ايفون 13. الاول فرق بين نظام الاندرويد ونظام الايفون. طبعا النظام الايفون بريميوم. ازاي؟ برامج معموله بعنايه، سوفت وير ممتاز، ما بتلاقيش فيروسات، ما بيسمحش بالفيروسات، ما بتلاقيش اعلانات كل شويه طالعه لك في اللوحه. لو بس صعوبته بقى ده من مميزاته، سوفت وير سهل بسيط سلس، امكانيات عاليه، ممكن تشغل السوفت وير، تشغل اللي هي الاي بي، ما حدش يتابع الاي بي بتاعك، صعب ان الموبايل يتهكر بمعنى صح. كاميرات ممتازه، بطاريه ضعيفه، اداء سفاح من الايفون. ايفون 13 ايفون 13 سفاح، سوفت وير ممتاز، الهاردوير ممتاز. بس هنيجي للعيوب. عيوب السوفت وير: عايز برنامج تحرير صور 5 ل 10 دولار في الشهر، 500 جنيه. السوفت وير بتاعه عايز فلوس، مثلا عاوز تستخدم برنامج زي انخامي بلس، زي كل حاجه على الاي او اس بفلوس. بعكس الاندرويد، نظام سهل منتشر، في اعلانات بتقرفك، في واجهات بتاعت الايفون مستقره احسن، سوفت وير احسن، معالجه الكاميرا حتى في الايفون 13 احسن من اوبو رينو 14 5G، احسن من فيفو في 60. بس اندرويد سفاح، هتاخد بقى بطاريه ممتازه. بص اللي هو بينافس بمعنى اصح. الخلاصه النظام بتاع ابل احسن، مستقر نضيف ممتاز، بس هتدفع فلوس على البرامج. بعكس ايفون سهل وكل حاجه موجوده ببلاش. ففي السوفت وير ابل اللي هتكسب. نخش بقى على المقارنه بالنسبه البطاريه. مقارنه من ناحيه البطاريه، طبعا ايفون اعلى بطاريه دلوقتي موجوده 5000 ملي امبير، اندرويد داخله على 10000 ملي امبير. فايفون 13 هتلاقيها 3500 ملي امبير، شحن بطيء جدا، هتحتاج تشتري الشاحن، ولو اشتريت جهاز مستعمل البطاريه ممكن تكون متغيره او فيها مشاكل. الاكسسوارات بتاعته غاليه جدا. نظام اي او اس بيسحب البطاريه، بيستهلكه، ممكن تشحن كل يوم. في ناس معاها ايفون 15 برو ماكس بتخش تكلمني عايزه تبيع الجهاز وتجيب غيره وتجيب اندرويد عشان خاطر البطاريه. بطاريه كارثيه بتبوظ بسرعه. اول حاجه بتبوظ بقى البطاريه. طب ليه البطاريه بتاعت ايفون ضعيفه زي ما بيقولوا؟ اقول لك لا. المعالج البيونيك عاوز بطاريه من 12 ل 15000 ملي امبير، ده البيونيك اس 16 ده او ايه 15 عشان يشغلها لك بكفاءه. وبينزلوا لك ببطاريه 3000 ملي امبير اللي هو تشحن الموبايل كل يوم 5 6 7 مرات. وانت بتختار الموبايل اختار كويس جدا، لان البطاريه ممكن تلاقي واحد عارض مثلا ايفون 17 او 16 برو ماكس ب 30000 جنيه عشان جايب بطاريه كارثيه، ملوش قطع غيار في مصر. مجرد ما غيرت بطاريه خلاص شكرا. بعكس بقى الاندرويد بطاريته بتبدا من 5000 ملي امبير، المعالجات على قدها، فمع البطاريه بتبقى ممتازه. ففي الخلاصه اللي هيكسب في البطاريه الاندرويد، هيكسب بنسبه 100%. نيجي بقى للمعالجات والاداء، وبعد كده في اخر الفيديو في اقل من 3 دقايق اقول لك تختار ايه في الايفون او الاندرويد. معالجات واداء.
نظام اندرويد مؤخرا بقى بينافس نظام ايفون، بس اللي احسن ايفون. الاداء البيونيك مثلا ايه 15 اللي احنا بنتكلم عليه ايفون 13 دلوقتي قادر ينافس ايدج 8 اليت. تقول لي قادر ينافسه، اقول لك قادر ينافسه. سوفت وير دعم، كل تحديث بينزل على الايفون بيحللك الموبايل احلى، بعكس الاندرويد. ممكن نظام مثلا تبقى ماشي باندرويد 15 تيجي تنزل اندرويد 16 لا ده معفن، ده البطاريه بتنفذ بسرعه. الاداء مستقر من اول لما بتفتح الموبايل، يعني اسمع ايفون 6 او ايفون 5 اكس او ايفون 4 اس كمان وايفون 3 كمان، من ساعه ما فتحت الموبايل وجابته لحد النهارده سلاسه واستقرار للواجهه والسوفت وير. تحديثات من 5 6 سنين الاندرويد بقى بتجيبها. فاللي بيكسب في الاداء عموما كمجمل طبعا بايونيك، بعدها سناب دراجون، وفي الاخر ميديا تك. في الاداء نخش بقى على مميزات كل جهاز فيهم وامتى تشتري كل جهاز فيهم. يعني الفيديو ده معمول بطريقه مختلفه، كل فيديو بنعمله القنوات الكبيره قاعده ما بتعملش حاجه، ما بتفكرش، ما بتبدعش، بيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي في تقديم المحتوى فبيسوحهم. لا نسرق محتوى جاهز. الفيديو اللي كنا عاملينه نجح، وده ان شاء الله ينجح بفضل الله، عشان احنا بنجيب الافكار دي من دماغنا. ايفون 13 امتى تشتريه؟ لو انا عاوز حاجه اسم من ايفون، كاميرات، اداء، ومش فارق معايا البطاريه، اللي هو مثلا معايا باور بانك او بقى ممكن اشحن الموبايل كل يوم 5 6 7 مرات في اليوم، بس عايز كاميرا بروفيشنال، شاشه بروفيشنال، امكانيات بروفيشنال، سوفت وير من اول ما بخرج الجهاز لحد ما بستخدمه، مش بحب اعمله صيانه. طب لو جيت عملته صيانه ممكن تعمله صيانه في مصر، السوكت غالي بس ممكن تفك السوكت انت وتركبه. حاجاتي في امان، بحط مثلا زي الذهب، بحط فلوسي في الذهب، ممكن ما تكسبش سنتين ثلاثه بس ما تخسرش. هو ده الايفون. جبت موبايل بايونيك بكاميرات ممتازه باداء ممتاز، بغض النظر عن البطاريه، بغض النظر عن ان انا ممكن ادفع له فلوس للبرامج عشان اشتريها، فخليني في ايفون. امتى بقى اختار؟ سامسونج اس 24 اف اي، نفس سعره، بس عيوب الجهاز بتاع الايفون ضمان دولي، بطاريه ثم البطاريه ثم البطاريه، ملوش قطع غيار في مصر، قرف. لو انا نازل اشتري تقييمي للايفون 5 من 10 في مصر. طب في بره مصر، في بره مصر بيكسب في مصر عشان الضريبه المضافه والضريبه القيمه والكلام ده، بس لو انا مش فارق معايا موضوع الشحن ده بالذات ولا الضمان المحلي ولا الضمان الدولي، يبقى خليني في ايفون وتقييمي ليه 5 من 10. نيجي لسامسونج اس 24 اف اي. امتى اشتريه؟ شاشه احسن شاشه في العالم، احلى من بتاعت ايفون ذات نفسها. بطاريه 4700 ملي امبير، شحن سريع 45 واط، في شحن وايرلس بالتاكيد، كاميرات ممتازه، بس المعالج الاكزينوس 2400 اي رائد. مش هقول لك مش رائد، بس لو جيت قلت لي بايونيك، لو جيت قلت لي صنف لي المعالجات، اقول لك بايونيك، سناب دراجون، كيرين، ميديا تك، اكزينوس، والرديئه خالص اللي بتستخدمها المعالج اللي في موتو جي 35. المعالج ثم المعالج ثم المعالج. لو سامسونج كانت حطت اف اي ده 24 في معالج من سناب دراجون كان اكتسح السوق، واكتسح هونر 200 برو، طب تقييمي ليه كام؟ 5.5 من 10. 5.5 رغم كل ده 5.5 من 10. لو انا راجل عاوز الباكج النص نص يبقى سامسونج كانت بتعتمد هنا على ايه؟ على بطاريه متوسطه، يعني مش 3500 ملي امبير زي ايفون، لا مدياك 4700 ملي امبير، هتشحنها مره واحده في اليوم او مرتين. بس اداء، طب ما انت خدت كل حاجه وشلت لي الاداء، دي اهم حاجه، فعشان كده اديتها 5.5 من 10 وايفون اديته 5 من 10 عشان سامسونج ضمان محلي. نقطه. انا عاوز اداء وعاوز اتنازل عن الكاميرا وعايز بطاريه، اخليني في بوكو اكس 7 برو. عايز اداء سفاح قريب من الايفون، بس الكاميرات مش مهم بالنسبه لي، وعايز بطاريه ممتازه. تقييمي ليه 6 من 10. بوكو اكس 7 برو بالضريبه عامل 21000 بالضريبه.
ممتاز، بس انا مش موجه، الجهاز ده مش موجه للكاميرات نقطه. ناس هتيجي تقول لي بيسخن، كل الاجهزه بتسخن. تقييمي للجهاز بتاع بوكو اكس 7 برو 6 من 10. فيفو في 60، وامتى اجيب فيفو في 60 وامتى اجيب اوبو رينو 14؟ 27000 جنيه الاثنين ضمان محلي نازلين، واحد 7 جين 4 والتاني دايمنستي 8350. طبعا لو انا نازل اشتري اوبو سوفت وير، بطاريه، اي بس. شاشات سامسونج تكسب، سوفت وير اوبو تكسب. فيفو كاميرات، كان نفسي فيفو في 60 ينزل بنفس امكانيات اوبو، بس احط الكاميرات، اضافه الكاميرات والمعالج. عايز كاميرات يبقى فيفو في 60، عاوز اداء يبقى اوبو رينو 14 برو او 14. كاميرات اوبو رينو 14 احلى ولا فيفو في 60؟ فيفو في 60. اداء انهي احسن؟ اوبو. هي اوبو كده، او البيبي كي كده، بتشيل لك ميزه من حاجه وعيب في حاجه، وبتحط لك الميزه دي مش موجوده هنا، وهكذا. فتقييمي لاوبو رينو 14 5.5 من 10، فيفو في 60 7 من 10. الجهاز بقى اللي انا جايبه لك اخر جهاز ومخليه في الاخر، هونر 200 برو ب 29000 جنيه، موجود في كل المحلات. لو كتبت السيرش على جوجل 29000 جنيه، 512 جيجا رام 12، ده ياخد 10 من 10. هونر 200 برو، معالج سفاح، كاميرات اروع ما يكون، بمعالج سناب دراجون. كل ده لو انا نازل اشتري تقول لي ايفون ولا اقول لك هونر احسن جهاز. هونر 200 برو تحت ال 30000 جنيه، نقطه ومن اول السطر بضمان محلي. لو عجبك الفيديو بالطريقه دي لايكك وفولو، صلي على النبي، ومع السلامه.